بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب فن تشغيل معادن الصف الثاني مزدوج، أعمال القشط. زي ما احنا شايفين القشط التقليدي، وادي المنتجات اللي ممكن حضرتك كطالب فني تقدر تعملها على المقشطة. نتعرف على الوحدة مع بعض. مخرج التعلم رقم 1 اللي المفروض الطالب تكون عنده إمكانيات الأمن والسلامة اللي يحافظ بيها على نفسه وعلى المكان متوفرة قبل إجراء أي عمل في أي وحدة كانت. الأمن والسلامة من الحاجات المهمة لسلامة أمنك أيها الطالب وسلامة المعدة والمنشأة والخامات. السلامة والصحة المهنية هي العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان، وذلك بتوفير عمل آمن وخالي من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية اللي هي أمراض المهنة الواحدة. تعرف السلامة أيضا بأنها مجموعة الإجراءات والاحتياجات الوقائية التي تتخذ أو تتبع بكفاءة عالية للتخطيط والإشراف والتشغيل والصيانة لضمان سلامة الفرد والاطمئنان على صحته. يبقى السلامة والصحة المهنية هي مجموعة التدابير والإجراءات الوقائية القصد منها حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المحيطة. الأخطار المحتملة في المصانع والورش. الأخطار المحتملة في المصانع والورش حيث يتعرض العاملون في المصانع والورش إلى بعض المخاطر، ويمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين هما: 1. أخطار تؤثر على صحة وسلامة العاملين، زي الرطوبة والحرارة والضوضاء والضوء، ومؤثرات كيميائية كأتربة أو غازات أو أبخرة أو أدخنة أو سوائل. 2. أخطار بسبب نوع العمل ووسائل تأديته وحالة البيئة المحيطة به، كالمخاطر الميكانيكية التي تنجم من الآلات والماكينات والحركات الدائرية والترددية والمخاطر الكهربائية، ومخاطر النقل والرفع والتحميل والمناولة، والمخاطر الناجمة عن سوء استعمال العدد والأدوات اليدوية، ومخاطر سوء تدبير مكان العمل وتوزيع الآلات وعدم اتساع الممرات. عشان كده بنقول للطلاب تجهيز مكان العمل قبل العمل. ترتيب وتنظيف مكان العمل. إن ترتيب وتنظيف مواقع العمل في الورش الصناعية لها أهمية قصوى بالنسبة لسلامة العاملين، فلا تترك أيها الفني
قطع من العدد على أجسام الماكينة أو أدوات القياس، أو قطع صلبة من الخامات على الأرض، أو بقايا البرادة أو اللحام أو النشارة على الأرضيات حتى لا تسبب حوادث. مظاهر عدم ترتيب وتنظيم مواقع العمل: لما مبقاش فيه نظام وترتيب وتجهيز يبقى في ضيق في مكان العمل، تزاحم للماكينات والأجهزة، ضيق الممرات بين الماكينات والأجهزة في مكان العمل، عدم وجود وسائل لحفظ العدد، عدم تخصيص ممرات لوسائل النقل بعيدة عن ممرات الأشخاص، تتأثر المسامير والعدد والأدوات بالممرات. طرق الوقاية في حالة الترتيب والتنظيم: يراعى ترك المسافة اللازمة لمرور العاملين، تخصيص ممرات بينها لمرور الأشخاص، تخصيص ممرات لوسائل النقل، تخصيص أماكن لحفظ العدد والأدوات، إخلاء الممرات من كافة العوائق. مظاهر عدم النظافة في مواقع العمل: لما ميبقاش في نظافة يبقى في انتشار للأتربة، يبقى في روائح كريهة، عدم وجود جميع وسائل لجمع القمامة والفضلات الصلبة الناجمة عن الماكينات، تتراكم بجوارها الأتربة والقمامة. تلوث الأرضيات بمواد الانزلاق كالزيوت والشحوم، عدم وجود مجاري لتصريف الفضلات السائلة. طرق الوقاية في حالة النظافة في مواقع العمل: يجب أن تراعى أن تكون الأرضيات مستوية ولا يوجد بها منخفضات ومرتفعات وعوائق. التنظيف الدوري المستمر: تنظيف الأرضيات من المواد السائلة التي تساعد على الانزلاق. ضرورة تواجد مجاري مغطاة وملائمة لتصريف الفضلات السائلة. إجراءات العمل الآمنة لماكينة القشط: لا تستخدم أو لا تستخدم هذه الماكينة إلا إذا تلقيت التعليمات التي تجعلك آمن أمام الماكينة. أدوات الحماية الشخصية: نبص عليها كده عن قرب. ارتداء حماية السمع، احتواء الشعر الطويل، ارتداء النظارات لسلامة العين، السيفتي، المريالة، عدم ارتداء الخواتم والمجوهرات، التأكد من أن الوصلات الكهربائية للماكينة سليمة 100%. يجب أن تكون الإنارة موزعة بشكل صحيح وجيد، ما تبقاش مبهرة تؤذي العين، وما تبقاش ضئيلة تبقى شغال وما انت شايف حاجة. يجب أن تكون التهوية داخل الورشة جيدة مع وجود شفاطات لسحب الغبار والأدخنة، وضع لوحات السلامة الصناعية داخل الشعبة أو داخل الورشة، وجود أجهزة الإطفاء في الأماكن الصحيحة. وانت بتتعامل مع زملائك ومدربينك بجدية بدون مزاح وهزار، اتباع النظام والدقة في العمل، عدم تنظيف الماكينات أثناء حركتها أو عدم القياس. أيضا حافظ على تنظيم وترتيب العدد والأدوات في مكان آمن حتى لا تتعرض إلى التلف. اتباع الطريقة الصحيحة عند استعمال كل أداة، اتباع الطريقة الصحيحة في الوقوف أثناء العمل. بكده نبقى خدنا المرفق رقم 1 أو المخرج رقم 1
في عمليات القشط التقليدية. تحياتي، كان معكم مستر محمود عبد المحسن، بالتوفيق أبناء الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.